السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل الاكله الحلوه دي محبوبه الجماهير، طبعا كلنا بنحبها وبنسيب اي اكل واي بقى صينيه واي حاجه بصراحه. والمسقعه دي حاجه كده، حاجه تانية يعني. لو مالكيش نفس تاكلي اي حاجه عند المسقعه بصراحه هتفرملي. يلا بينا نشوف عملنا المسقعه الحلوه الجميله دي ازاي بطريقه سهله جدا وحاجات سهله جدا، ونشوف المقادير وطريقة التحضير. يا رب المسقعة بتاعتي تعجبكم. شايفين الجمال؟ ولازم كده على الوش بحط شوية البطاطس دول كده، يعني ايه كده، ما بحطهمش من الاول عشان ما تتهريش مع البتنجان، لا بحب احط شوية البطاطس دول كده. الولاد بيحبوهم وانا بحب اعملهم في الاخر عشان بس يبقوا كده ايه شاربين من ميه الصلصه، لكن ما بحبهمش وكمان قرن فلفل بقى حرقين شغل بقى يا معلم. يلا بينا، يلا بينا. اول حاجه كده نسمي الله، وجبت البتنجان بتاعي اللي هقطعه يعني اللي هعمله مسقعه، وقطعته وحطيته في ميه. عملت كمية كويسة كده من التوم، راس توم كده حلوة محترمة يعني، ودقيتها وفي الزيت بقليها زي ما انتم شايفين كده. واول ما بتحمر بنزل عليها بصلصة الطماطم. وما بحبش احط للمسقعة اي حاجة خالص غير الملح والكمون بس. ما بحطش الكمون وانا بحمر التومة، لا بحط كمون بحط هنا عليها الصلصة بتاعت المسقعة وعين عليها البتنجان محمر عشان انجز وقت. اول ما الصلصة اتحمرت نزلت، اول ما الثومه اتحمرت نزلت بالصلصه، والبتنجان بطلعه كده على مناديل المطبخ زي ما انتم شايفين علشان ما ينفعش زيت كتير. بطلع من البتنجان اللي على بتصفى على مناديل المطبخ او اي حاجه هتصفيه فيها، وبحطه على طول في الصلصه. اول ما بيسبك البتنجان مع الصلصه ببتدي بقى ايه احمر بطاطستين كده حلوين محترمين، الولاد بيحبوهم كده وانا كمان بحبها كده بصراحه. بطاطستين كده محترمين كبار بحمرهم برده وبحطهم على الوش زي كده. وبتكون اخر حاجه بحطش البطاطس في الاول عشان ما تهرسش منه وتدعك، لا بحب اخليها في الاخر. وبحط كمان معاها قرنين فلفل. الفلفل بحطه في الاخر علشان يعني ايه الولاد وكده، لكن لو انا لوحدي او لو انا هعمل المسقعه دي اللي عارفاهم مش هياكلوا منها، احط الفلفل من الاول كده واخليه يتهرس مع الصلصه عشان يديني طعم الحرق الجميل. ما بحطش بهارات ولا توابل غير الكمون والملح بس، ما بحطش اي حاجه تانية لان المسقعه مش محتاجه غير كده بصراحه. وبحط سنه معلقه سكر صغننه في التسبيكه بتاعه الصلصه بتاعه المسقعه عشان الحموضه. والف هنا وشفا. سلام.